السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام المفترجة اللي هلت علينا. خلاص رمضان على الأبواب اهي، كل سنة وانتم طيبين جميعا. النهاردة هعمل لكم كيكة سريعة جدا وبسيطة جدا. مكونات في البيت. البيض غالي مش هنحط بيض، اللبن غلي مش هنحط لبن، وهتطلع ان شاء الله ان شاء الله معانا كده زي الفل. هنعملها بحاجات بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت، ولا فيها لبن ولا فيها بيض ولا فيها سمنة. مكونات قدامنا اهي. عندنا نص كوباية عصير برتقان، ونص كوباية زيت، وكوباية ونص سكر، وعندنا 3 كوبايات دقيق، وطبعا الخل والبيكنج باودر والفانيليا والنشا. كل ده هحطه بالتدريج قدامكم واحدة واحدة. 3 كوبايات دي اهو هنخلهم مرتين، نخلوا مرتين 3، مفيش مشكلة خالص. كل ما الدقيق بيتنخل بيبقى افضل واحلى لايه للكيكات. ادخليه زي ما انت عايزه يعني. انا نخلته مرتين اهو. جبت بقى النشا وحطيته في المرة التانية مع الدقيق وانا بنخله، حطيت 3 معالق كبار، 3 معالق، المعلقة هرمية كده مليانة. وجبت معلقة كبيرة اهي بيكنج باودر اهو قدامكم، واحدة واحدة. وهبتدي انخل كله ايه مع بعضه. يبقى هنا الدقيق والنشا والبيكنج باودر خلاص. وحطيت برضو نص معلقة كربوناتو، كده نسيت اقول لكم عليها دي. نص معلقة كربوناتو، نص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة ممسوحة خلاص. كربوناتو اهو معلقة صغيرة ممسوحة. وحطيت السكر، الكوباية دي قد المج بتاع الشاي اللي احنا عايرنا بالدقيق، دي قد المج مرة وربع. انا حطيت كوباية وربع سكر، سكر عادي خالص من بتاع الشاي. وعندي بشرة برتقانة بمقام معلقة واحدة، واحدة بس. حطيت عصير برتقان، وهحط الزيت، نص كوباية زيت، نص كوباية عصير برتقان، وكوباية وربع سكر، و3 معالق نشا، ومعلقة بيكنج باودر. انا بقول الكمية التانية اهو. ومعلقة ممسوحة كربوناتو بتاعنا عادي، بتاع الطعمية اللي بنحطه على الطعمية. وعندنا خل برضو لسه هيجي دوره هنحط خل. هنبتدي بقى نلف المكونات دي كده مع بعضها. لسه النقطة المهمة لسه ما جاتش. دي كيكة؟ لا دي مش كيكة. جبت بقى الكوباية دي كوباية مية مغلية، صبيتها من الكتل ورحت حطاها. بس يمكن النقطة دي ايه عدت كده مني في التصوير، معلش انا اسفة. كوباية اللي انا عدلت بها السكر، كوباية وربع مية مغلية، مغلية تكون لسه بتغلي في الكتل، وتروحي صبة منها على طول، عشان الكتل كان بعيد عن الطبق. فحطيت في الكوباية اللي كانت بتاعت السكر وايه، وحطيته مية مغلية. شفتي عملت ايه بقى في المكونات بتاعتنا في الكيكة الجميلة بتاعتنا؟ ابتديت بقى ألم كل الحروف، عشان ايه لو في دقيق في الحروف بتاعت الطبق ولا حاجة، بقى كل المكونات معانا ايه ماشية مظبوطة. جبت صينية وحطيت فيها في أرضيتها كده ورقة زبدة. دهنت الصينية الأول عشان ورقة الزبدة متتحركش، دهنتها بحتة سمنة كده، وحطيت ورقة الزبدة يدوب على قد أرضية الصينية. وصبيت بقى الكيكة بتاعتي اهو. بعد ما قلبتها طبعا كويس جدا، وانتوا شفتوا ال ال الكيكة العجينة بقت عاملة ازاي. كل حاجة قدامكم اهي واحدة واحدة. هبتدي اخبطها خبطتين كده، وايه واخدها الفرن شغال. يعني انا شغلت الفرن وانا شغالة في الكيكة، لازم يبقى سخن. خدت بقى الكيكة بتاعتي وحطيتها في الفرن. بسم الله ما شاء الله، قعدت بالظبط 30 دقيقة في الفرن. هختبرها بعود الخلة، وطالع معانا عود الخلة ما شاء الله زي الفل. معنى كده ان هي ايه استوت.
ما تقلقيش خالص من الشقوق اللي بتبقى في الكيكه كده من بره، دي ما فيش مشكله خالص، ده دليل على ان هي استوت، والسوا بتاعها طالع مظبوط. هبتدي بس ايه اسلكها كده من حرف الصينيه بالسكينه عشان اعرف اقلبها. جبت الصينيه دي بقى، لا صغيره، طلعت صغيره شويه مش عارفه املكها، جبت صينيه اوسع ورحت ايه حطها وقلبت الصينيه بتاعتنا بتاعت الكيكه. بسم الله ما شاء الله، اوعي تلزقي. ايوه، اديتها خبطه واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. هبتدي بقى اشيل الورقه اهي، الورقه اللي انا كنت حطاها في ارضيه الصينيه اهي، ورقه زبده اهي. بصي شيلها بس ايه، تبقى حنينه على شيلها عشان الكيكه بتاعتك ما تتجرحش منك وتبقى ايه شكلها مش حلو. خلاص كده لميت كل الورق اهو، شلت كله. وابتدي ايه بقى ايه اقطع. انا في الحته دي المفروض ارجعها على الوش تاني، يعني قبل ما اقطعها. يعني دي قعدة الكيكايه، المفروض اقلبها واخليها على الوش بتاعها. بس بصراحه اللي حواليا مستعجليني ولا عايزين ناكلها، في بياكلوها سخنه، بيحبوها سخنه، عندي بيحبوها سخنه وفي عندي بيحبوها بارده. فمستعجليني بقى ملهوجيني، خلوني نسيت ان انا اقلبها على الوش بتاعها. بس برضو ما شاء الله، بصي عامله ازاي، ما شاء الله بقت علو ايه وطريه من جوه في منتهى الجمال. بصي بقى، لا تقولي بقى ده البيض بقى هو اللي بيعمل ولا اللبن اللي بيعمل، ابدا. اهي لا فيها بيض ولا فيها لبن، وبسم الله ما شاء الله منظرها تحفه وجميله. وبألف هنا وشفا على قلبكم، واعمليها وقلبك جامد. بصي جميله ازاي، بترد في ايدي ازاي. ألف هنا وشفا. يلا بقى اللي مشتركش يا حبايب قلبي يشترك في القناة ويدوس على كلمة الكل. وبألف هنا الشفا وأحلى لايك من إيديكم الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.